هزني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات. لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات. بسلام خافت أرسله، وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. جزيرة العرب على ما فيها من ظلمات بعضها فوق بعض، على ما فيها من شركيات وكفر وضلال، نظر الله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا أن هناك بقايا من أهل الكتاب ممن بدأ يبشر بحدث سيحصل للبشر. ها هو ماء زمزم الذي اندثر منذ مئات السنين قد عاد وانفجر. ها هو جيش أبرهة مع الفيل وجنده قد هلك واندحر. ها هو الكون كله قد تهيأ وازدهر. ها هو الكون بدأ يستعد الآن لشيء سيحصل. إنها دعوة إبراهيم منذ آلاف السنين، الآن أنا لها أن تتحقق. ربنا وابعث فيهم رسولا. الآن بدأت تتحقق. ها هي بشارة من؟ بشارة عيسى عليه السلام بدأت الآن تظهر. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. عيسى بشر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما اندحر جيش أبرهة وبدأت العرب كلها تسمع كيف حفظ الله عز وجل بيته، وكيف أمن حرمه، وكيف أرسل جندا من السماء ترميهم بالحجارة، فصاروا هلكا كعصف مأكول ورجعوا مندحرين منهزمين. علمت العرب بل والعجم أن أمرا ما سيحدث. بعد حادثة الفيل كانت آمنة بنت وهب لا زالت حامل بطفل أبوه قد مات، أي هو يتيم قبل أن تلده. يرعاهما من؟ جده عبد المطلب سيد مكة. مرت تقريبا بعد حادثة الفيل 50 إلى 55 يوم، والكون كله على موعد. في هذه اللحظات، في هذه الدقائق، الكون كله قد وعد بأن رحمة الله ستنزل عليهم، وسيبدأ النور بعد ذلك الظلام. آمنة في فترة حملها رأت رؤيا. خلال الحمل رأت رؤيا أن نورا خرج منها، السراج المنير. هي رأت وأخبرت الناس بهذا. شافت بهذا النور قصور، وين؟ قصور الشام. شوف هذه كلها إشارات. لما نسمع المدينة، إيش علاقة المدينة؟ لما نسمع الآن الشام، إيش معنى الشام؟ لأن منها
سيستقر الإسلام وينطلق مرة أخرى. الشام. وفي الحديث الآخر قالوا رأت قصور بصرى في الشام، مدينة في الشام، رأتها آمنة وأخبرت الناس بهذا، وحملت بحمل لم تحمل بمثله امرأة قط، أخف حمل حملته امرأة، حملته آمنة وهي ما تدري، هي ما تدري تحمل في بطنها من ومن سينزل منها ومن ستلد، هي لا تدري، آمنة. مرت 50 أو 55 يوم، حانت لحظة الولادة. ميلاد من؟ ميلاد خير البشر. ولادة من؟ ولادة سيد ولد آدم، ولا فخر. دخل شهر ربيع الأول في يوم الاثنين بالتأكيد، وربما هو في 12 من شهر ربيع الأول، كان يصادف عام 571 ميلادي، شهر إبريل، ربما 20 أو 22 من شهر إبريل، لكنه يوم اثنين جاءت لحظة الولادة. يا الله، أيها الكون افرح، أيها الأرض تهللي، أيها الخلق كله استبشر، فقد جاء موعد ميلاد الحبيب. الله أكبر. رأت حين الحمل أيضا، حين الحمل وحين الولادة، رأت مرة أخرى نورا خرج منها، لم يخرج طفل عادي، خرج منها نور أضاء به قصور الشام. يعني هذا البداية، سيستقر الإسلام هناك وسينطلق منه للدنيا كلها. إنه النور الذي خرج ممن خرج من آمنة على صورة طفل وسيم جميل. أول ما ولدته على طول واحد في المدينة صرخ في اليهود، رجل يهودي في يثرب اللي سميت بالمدينة، نفس اليوم صرخ يا معشر يهود، يا معشر يهود، تجمع الناس عليه. تخيل نفس اليوم. قالوا ما الخبر؟ قالوا ويلك مالك، لما تصرخ علينا؟ قال طلع الليلة نجم جديد طلع. قالوا ما هذا النجم؟ قال إنه نجم أحمد. الله أكبر. اليهود عندهم في كتبهم كلها يستبشرون وينتظرون ميلاد هذا النبي. قال ظهر الليلة نجم. قال وما هذا النجم؟ قال نجم أحمد الذي ولد به. خرج هذا الطفل ليس كغيره من أطفال البشر، ولد محمد، ولد الحبيب. وصل الخبر حق منه؟ وصل الخبر حق جده، ينتظر الولادة بفارغ الصبر، ينتظر ميلاد ذلك الطفل من ابن قد فقده قبل أن يولد. فقيل له يا عبد المطلب أبشر، يا عبد المطلب أبشر. قال ما الخبر؟ جاءك طفل ذكر صحيح. فركض وسعى فلف بخرقة وأعطي لمن؟ وأعطي لجده عبد المطلب. أخذه يضمه يشمه يقبله. أسرع به إلى أين؟ أسرع به إلى الكعبة، يدعو الله ويشكره على ما أعطاه، يدعو الله ويشكره على ما أعطاه. ولد الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغضراء. يوم الميلاد، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد وضاء. الله. يوم يتيه على الصباح زمانه، ومساؤه بمحمد وضاء. أي يوم هذا؟ أيها البشر افرحوا، أيها الكون تزين، أيها الخلق تجهز، فقد ولد الهدى.
ولد المختار أحمد سيد الخلق الممجد من به الشرك تبدد. صلى الله على محمد بهداه الكون أسفر وبه التاريخ أزهر. صاحب الوجه المنور فهو بالحسن تفرد من به الأصنام بادت وبه الدعوة سادت وبه مكة جادت بمعين ليس ينفد. صلى الله على محمد. بعد 7 أيام من ولادته صلى الله عليه وآله وسلم جاء عبد المطلب فذبح عنه، عق عنه وذبح عنه، ودعا قريشا على تلك الوليمة. فسألوه: يا عبد المطلب ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: ماذا؟ محمد اسم غريب على قريش، يعني نادرا أن يسمى هذا الاسم. قالوا: لما رغبت به عن أسماء أهل بيته في أسماء معتادة، ليش سميت هذا الاسم الجديد الغريب؟ قال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض. وفعلا حمده من في السماء وحمده من في الأرض. ولد الحبيب محمد سيد الخلق الممجد من به الشرك تبدد. صلى الله على محمد. صلى الله عليك يا نبي الرحمات. صلى الله عليك يا حبيب يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. ظل ذلك الطفل الذي سمي محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم في حجر أمه آمنة، ترضعه وتهتم به أياما. والله لو علمت يا آمنة ترضعين من وقد ولدت من. بعد أيام أخذت ترضعه معها ثويبة مولاة كانت عند أبي لهب، وكانت تساعدها بالرضاع. ثم بدأ كعادة العرب يلتمسون لأطفالهم المراضع والمرضعات في البادية. يفعلون هذا ليكون أفصح للسانهم، ففي البادية لغتهم العربية أفصح وأجلد لأجسامهم وأقوى وتزكية لفطرهم. وفي البادية تنطلق الأفكار والعواطف وتنشرح الصدور. هكذا يربون أطفالهم في البوادي. فأخذ عبد المطلب يبحث، حتى جاء يوم من الأيام جاءت قبيلة سعد بن بكر، وهي قبيلة في البادية معهم بعض المرضعات، يبحثون في مكة عن أطفال ليرضعوهم. طبعا يرضعوهم ويعطونهم الهدايا والطعام، فهم يأخذون الأولاد يرضعونهم مع أولادهم، وأهل مكة يتكفلون بالإنفاق عليهم. وفي هذه القافلة من قبيلة سعد بن بكر كانت هناك امرأة اسمها حليمة، للتو قد ولدت. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، زوجها من؟ الحارث بن عبد العزى. جاءت مع زوجها ونساء كل واحدة تدور لها على طفل ترضعه، وعندها ابنها الصغير اللي تو والدته شايلته معاها ترضعه. لكن هذه السنة للأسف كانت هذه السنة سنة شهباء، سنة جدب، ما في أمطار، ما في زروع، جفت الضرع وقل الزرع. تقول حليمة: خرجت على أتان لي قمراء، يعني أنثى الحمار أنا راكبته ومعاي طفلي
ومعنا شارف يعني ناقة مسنة حتى ما فيها قطرة لبن، وفي الطريق ما ننام الليل كله لأن طفلي يبكي من شدة الجوع. تخيلوا طفلها ما عنده لبن، لا بثديها لا بالناقة اللي عندها، لا زمن خير وزرع، لا في أمطار، ما في شيء. يقول حتى قدمنا مكة. تقول كل امرأة عرض عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أبت. كل ما جت امرأة من المرضعات يقولون لها ترى هذا طفل اسمه محمد تو مولود، تبينه؟ تأبى. ليش تأبى؟ تسأل عن أبيه. من أبوه؟ يقولون له أبوه ميت، هذا طفل يتيم، يوخرون عنه. كل ما جاءت مرضعة أول ما تشوف محمد عليه الصلاة والسلام ويقولون لها أبوه ميت والطفل يتيم ما يبون. ليش ما يبون؟ يخافون. من سينفق عليه؟ يقولون جدة، ما يهمهم، أهم شيء الأب. يبحثون عن طفل له أب وأب غني عند خير. كل واحدة وجدت طفلا ترضعه إلا منه؟ إلا مسكينة حليمة، ما وجدت طفلا ترضعه وتأخذه معها إلى ديارها. تقول فلما أجمعنا الانطلاق، خلاص يبون يرجعون، كل القافلة سترجع، قالت حليمة لزوجها والله إني لأكره أن أرجع بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، يعني ما ودي أرجع وما عندي رضيع. قال ماذا نفعل؟ قالت لأذهبن إلى ذلك اليتيم اللي اسمه محمد فلآخذنه. زوجها قال لها ونعم الرأي، لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، ما ندري، لعل الله أن يبارك لنا في هذا الطفل، في هذا اليتيم. ذهبت حليمة إلى آمنة وطلبت هذا الطفل لترضعه، فأعطتها آمنة هذا الطفل. كيف أوصت آمنة حليمة بطفلها ورضيعها؟ شوف قدر الله كيف يصنعه الله على عينه، كل هذا بتقدير. أخذت حليمة الطفل ورجعت إلى القافلة ووضعته في حجرها. تقول أول ما وضعته في حجري على طول أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. الله أكبر، ثدي اللي ما يطلع لبن مباشرة أول ما وضعته في حجري. تعرفين من هذا يا حليمة؟ هذا سيد الخلق، هذا حبيب الله، خليل الله. تقول فشرب حتى روي. سبحان الله. تقول مو بس كذي، أخوه اللي أصلا هذا اللبن جاء من أجله، اللي صار لأيام وليالي يبيت جائعا، تقول فشرب معه أخوه حتى روي. تقول ثم نام وما كان ينام معه قبل ذلك من شدة الجوع. تقول وذهب زوجي إلى شارفنا، يعني الناقة الكبيرة بالسن اللي ما فيها لبن. يقول ذهب إلى الناقة فإذا هي حافل مليانة باللبن. استغرب. يقول فحلب منها وشرب. يقول وشربت معه حتى شبعنا من اللبن. الله أكبر. هذا بداية الخير ترى. الحين ما شفت شيء يا حليمة، هذا البداية بس شلتي معك. شوف إيش صار في اللبن عندك وعند الناقة. يقول فقالت صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة، تبين تعرفين شيء؟ لقد أخذت نسمة مباركة. هذا الطفل اللي خذيتيه مو طفل عادي، هذا فيه بركة. فقالت حليمة والله إني لأرجو ذلك. رجعت القافلة وهي في الطريق، الحريم والقافلة ينادون حليمة يا ابنة أبي ذؤيب، يا ابنة أبي ذؤيب. قالت ما لكم؟ أربعي علينا، إيش فيك؟ ليش مسرعة في القافلة؟ أليست هذه أتانك التي كنت قد خرجت عليها؟ وهذه الحمارة اللي أنت راكبة عليها في الجية إلى مكة؟ فتقول لهم حليمة بلى والله نفسها. فيقولون إن لها لشأنا عظيما، هذا الحمار
فيه شأن عظيم. الآن هم حتى الحمار مستغربين منه، سرعته ونشاطه تغير. تخيلوا وين راجعين الحين؟ راجعين ديارهم، وكل ليلة اللبن والحمار النشيط حتى وصلوا إلى ديارهم. لكن المشكلة أن ديارهم قد أجدبت، ما فيها زروع أبداً، أحطت. يعني حتى الغنم اللي عندهم وبعض الخير من الحلال والماشية اللي عندهم ما عندهم شيء يرعون فيه. تقول حليمة: فلما رجعنا إلى أرضنا تلك، تقول شبعنا من اللبن فأخذنا نحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن مثلنا. تقول حتى الأرض اللي كانت قد أجدبت كلها قد أزهرت وقد أنبتت وقد أينعت. كل الأرض تحولت إلى خضراء. تخيلوا ما إن وصل الحبيب إلى ذلك المكان إلا الأرض تحولت من مجدبة إلى خضراء، وبدأت ترعى أغنامها وإبلها في تلك الأرض. مو بس كذي، الناس حولها من الخيام قاموا يجيبون أنعامهم وغنمهم وين؟ في أرض حليمة، حتى يقولوا بعضهم لبعض: اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، يعني حليمة. روحوا وين ما تودي حليمة غنمها خلكم معاها. شوفوا البركة وين صارت، مو بس على حليمة، مو على الأرض اللي حولها، على كل الخيام التي حول حليمة، على ديار سعد بن بكر كلها. تقول حليمة: فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها، بل والله شب شبابا، أي هذا الطفل وهو يكبر، هذا الرضيع شب شبابا لا يشبه الغلمان، يكبر جسمه ليس كالغلمان. تخيل حليمة وهي ترضع طفلا لا تدري من هو. تخيل حليمة تربي طفلا وتطعم طفلا وتهتم بطفل وتحمل طفلا وتنام مع طفل، هي لا تدري من سيكون هذا الطفل. الله. شب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى، وفي عينيه إصرار أقدار، وفي ملامحه وعد، وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار. ظل الحبيب في ديار سعد بن بكر ترضعه حليمة السعدية. لما تولت مرضعات القوم عن إرضاعه في قسوة وجفاء، من الإله على النبي المصطفى خير الورى بحليمة السمحاء، قد أرضعته فحلت البركات في أيامها من وجهه الوضاء، من بعد جدب كابدته إذا بها تحيا حياة مسرة وهناء. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. أمضى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير 2 عند حليمة تهتم به ترضعه. خلال هذه 2 شب لا كالغلمان، قوي، بدأ يلعب معهم، يأكل، يتكلم،
هنا انتهت السنتان، هذا الموعد الذي لا بد أن يرجع فيه الطفل إلى أمه. لكن حليمة لا تريد ذلك ولا تود، ولا زوجها، فالبركة إنما حلت عليهم مع هذا الطفل، مع هذه النسمة المباركة. لكن ماذا ستفعل حليمة؟ رجعت بذلك الطفل إلى آمنة التي اشتاقت إلى ولدها، فقالت لها حليمة: يا آمنة، لو تركت بني عندي. قالت: ولم أتركه عندك؟ قالت: حتى يغلظ، يعني يزداد قوة وشبابا، فإني أخشى عليه. قال: مما تخشين؟ قالت: أخشى عليه وباء مكة، يعني داخل مكة في أمراض، حنا هناك في البادية الطفل يقوى وتقوى صحته. فلا زالت تراود أمه حتى قبلت آمنة، وذلك بقدر الله. ليش يا رب؟ لأن هناك أمر إلى الآن ما حصل. هناك وعد لهذا الطفل سيحصل وين؟ سيحصل عند حليمة. فأخذته وأرجعته معها. كم فرحت حليمة، كم فرح زوجها الحارث، كم أسعد الأطفال برجوع من؟ برجوع محمد وهو صغير إلى ديارهم. مرت أيضا سنتان والبركة موجودة بوجود محمد في ذلك المكان، حتى جاء ذلك اليوم الموعود. محمد عمره 4 سنين، يلعب مع من؟ مع أخيه بالرضاع. فجأة إذا بجبريل يأتي إليه، جبريل ومعه ملك آخر، قيل على شكل طيرين أبيضين، ثم قيل هما رجلان. فلما رآهما محمد وهو صغير فزع منهما. أخوه ما يشوف، لكن محمد يشوف عليه الصلاة والسلام. فأخذه جبريل فوضعه على الأرض والأطفال يلعبون. فلما شافوا محمد سقط على الأرض خاف الأولاد، فتركوه وذهبوا، كل واحد رايح حق أمه. وأخو محمد بالرضاع وين راح؟ راح بسرعة وين؟ حق حليمة أمه، يبي يقول لش اللي صار. محمد فجأة سقط على الأرض. أول ما ألقي وصرعه جبريل على الأرض ومحمد يرى، عمره 4 سنين، شق صدره. الله أكبر. ومحمد ينظر وهو طفل صغير، شق صدره وشق عن قلبه، فاستخرج القلب، قلب ذلك الطفل، والطفل ينظر، فاستخرج من القلب، شق القلب، واستخرج منه علقة، شيء أسود، نطفة سوداء، علقة سوداء. ثم قال لمن عنده الملك الثاني، قال: هذا حظ الشيطان. الله أكبر. ثم أخذ القلب وجاء في طست مثل إناء، هذا الطست من ذهب، داخله ماء زمزم، وضع القلب داخل الطست ثم غسله، ثم أرجع القلب مكانه مرة أخرى، ثم التأم الصدر مكانه وخاطه. الحين الأولاد وينهم؟ منحاشين. والأخوه وين راح؟ حق حليمة: يا أماه أدركي محمد، يا أماه أدركي محمد. أسرع الأطفال إلى أمهاتهم، فأسرعت حليمة مع ابنها: وين أخوك؟ وين أخوك؟ فذهبت وين؟ إلى محمد، ظنوه قد مات. فأول ما وصلت حليمة وجدته على الأرض ملقى، مستلقي على الأرض، منتقع اللون، لونه تغير. تخيل، لون النبي تغير. فجاءت إليه حليمة وأخذته وحضنته وهي لا تدري ما الذي جرى. شق صدره، أخرج قلبه، أخرجت علقة هي حظ الشيطان من، وسل قلبه، أرجع مكانه، خيط صدره، ثم جيء
الملكين إلى كتفه من الخلف، كتفه الأيسر من الخلف، فوضعوا فيه علامة، وصار اللحم كأنه مخاط مرتفع من الخلف. شنو العلامة هذه؟ علامة أخرى، هذه تسمى خاتم النبوة. وضعت على من؟ على ذلك الطفل الصغير. أخذته حليمة وهي خائفة: يا بني، يا بني، ما الذي حدث؟ يا بني، ما الذي جرى؟ ثم قالت: أعيذك بالله، أعيذك بالله، ما الذي جرى؟ أخذته إلى زوجها وأخبرته بالذي حدث وبالذي أخبرها ابنه به. فقال لها زوجها، قال لها: أرجعيه إلى أمه. قالت: ولما؟ قال: أني خائف أن يحصل له أمر فتقوم علينا قريش كلها. ما يدرون ايش قاعد يصير، ما يدرون أن الطفل الآن بدأ يهيأ، ما يدرون أن حظ الشيطان قد أخذ وهو عمره 4 سنين، ما يدرون من جاءه إنه سيد الملائكة، مو أي ملك، هذا جبريل بنفسه نازل. وبدأت صحبة بين جبريل ومحمد منذ تلك اللحظات. أول لحظة هذه بداية الصحبة بين سيد الملائكة وسيد البشر. أول لقاء شق الصدر، تغسيل القلب، حظ الشيطان وختم النبوة. وزوجها يقول لها: رجعيه، رجعيه، ترى يصير في شيء الطفل، وإحنا يحملون المسؤولية وقريش كلها تقوم علينا. فأخذت بعيرا لها وحملت الطفل عمره 4 سنين بسرعة. والرايحين رايحين حق آمنة. أول ما وصلت لآمنة بسرعة جابت الطفل اللي عمره 4 سنين وتقول لها: يا أم محمد، يا آمنة، قد أديت أمانتي وذمتي. قالت: ما الذي جرى؟ أنت الحريصة على بقائه عندك، ليش مرجعته؟ قالت: لا شيء، لا شيء، خذيه، قد انتهينا، خلاص ما عندنا شيء. فلا زالت آمنة تقول لها، وهي تقول لها ماكو شيء، حتى أخبرتها بالخبر اللي صار. أخوه قال لنا كذا، وجينا وشفناه كذا، وفي علامة بصدره وفي علامة بكتفه، إحنا ما ندري اللي صاير. فلما سمعت آمنة بالخبر، تظنون خافت؟ لا، إنها آمنة، إنها أم نبينا. فقالت آمنة: يا حليمة، أتخوفت عليه من الشيطان؟ قالت حليمة: نعم. فقالت آمنة: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني هذا شأن عظيم، فدعيه عنك يا حليمة. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى حبه والله أسمى القربات. ها هنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام صلوات. عليك يا نبي الرحمات، صلى الله